السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا لسه برضو في اسكندرية، واخوكم النهارده جولة جميلة جدا في احسن شارع في اسكندرية ممكن تجيب منه كل الحاجات اللي انت عايزاها من مأكولات ومشروبات ولبس ولحوم وفاكهة، وشنط وجزم وعصاير ومحلات اكل. كل حاجة موجودة في قلب المحل ده. ان شاء الله اخوكم جولة كده سريعة في قلب المحل، واقول لكم كمان في قلب الشارع، واقول لكم على كل الاسعار اللي موجودة هناك وتشتري ايه وما تشتريش ايه كمان. بس لو انتوا لسه جديد في القناه بتاعتي واول مره تشوفوني، ما تنسوش تنزلوا على طول تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي، ولايك وشير الفيديو لو الفيديو عجبكم. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا بينا نبدا على طول. الشارع بتاعنا ما شاء الله كبير جدا جدا جدا، في كل حاجه ممكن تتخيليها. المحل الاولاني اللي احنا شفناه في اول فيديو ده كان محل عصير على طول في اول الشارع، وعلى راسه كمان من بره كده في مطعم الفلاح، وفي كمان مطعم الخديوي اللي بيبيع كشري، والفلاح ده بيبيع كل حاجه: فراخ مشويه، كريبات، فول وطعميه، فلافل، كل حاجه. بعد كده بقى اول ما تخش الشارع على طول هتشوف كل المحلات اللي احنا شايفينها دي في محلات هنا فضه، اساور فضه وخواتم ودبل وكمان انسيالات. اللي عايز مثلا يرجع ويجيب هدايا كده، تقدري برضو تجيبي هدايا من هنا وترجعي بيها مكان ما انت عايزه. كمان كمان في هنا محلات حلواني، وفي محلات للعوامات، وهوريكم محل جميل جدا دلوقتي احنا دخلناه واشترينا منه كمان عوامات، والاسعار بتاعته رخيصه جدا. هنا بقى الشورت بتاع البحر ده والمصايب بيبدا من 35 جنيه، والبناطيل ديت الصبياني بتبدا ب 125 جنيه، والشنطه ديت عامله 100 جنيه. جميله جدا تنفع الرحلات. كمان الاكسسوارات ديت زي ما انتم شايفين كده، والهدوم الداخليه بتاعت الاطفال برضو موجوده هناك، والسعر رخيص جدا. الطقم الواحد من ده عامل حوالي 25 جنيه، الشورت والفانيلا معاه. والفانيلا اللي احنا ماسكينها ديت عامله 100 جنيه، الفانيلا الصبيان ديت عامله 100 جنيه. طبعا الاسعار جميله جدا جدا. احنا برضو لما كنا في المعموره الشاطئ وكنت بسال على الفانيلا والحاجات ديت، بيزودوا 20 جنيه عن بره. يعني الفانيلا دي كانت هناك عامله 120 جنيه. هنا برضو المحل ده فيه كوتشيات، مش محل واحد بس، ده فيه اكتر من 4 أو 5 محلات بيبيعوا جزم وكوتشيات وشباشب بس. وفي كمان 4 أو 5 محلات بيبيعوا مايوهات. واللي غير بقى اللي في الشارع، الحاجات اللي في الشارع ديت جميله جدا واسعارها متهاوده خالص زي ما انتم شايفين كده. بلوزات اهيت للاطفال مقاس صغير جدا للعمر سنه او سنتين. كمان الاسعار بتاعتهم مش غاليه خالص، الواحده بس عامله 55 جنيه البلوزه. وهنا محل تاني هو فيه سلاسل فضة، ومحلات الأكل شاورما، وفي الكاش مايوهات ديت عاملة الواحد 100 جنيه. جميلة جدا جدا جدا. والبناطيل برضو الخروج ديت. وهنا بقى المحل ده انا دخلت وجبت منه نضاره، النضاره اللي هي قدامنا دي على طول، الاستاند ده كله عامل الواحده 70 جنيه، لكن نفس الاستاند ده لما كان في المعموره كان عامل 150 جنيه. وطبعا البنطلون ده اللي انا وريته لكم ده جميل جدا، عامل 150 جنيه، في منه ساده وفي منه المنقوش. وده محل بيبيع صنادل وشباشب كمان. خروج جميل جدا المحل ده. وفي برضو هنا اهو محل حريمي بيبيع برضو هنا جزم حريم وشباشب حريمي. وادي الكاش المايوهات وقمصان الداخلية وقعاد الشقة برضو جميلة جدا، وسعرها برضو كويس جدا. المحل جميل جدا وكبير جدا. المحل ده بقى اللي احنا جبنا منه العومات، العومة هناك عاملة 35 جنيه. والجيركن بتاع اللعب، الجردل اللي فيه اللعب ده عامل 25 جنيه. والمحل ده ما شاء الله عليه كبير جدا جدا جدا. كل حاجة فيه بصراحة يعني برخص التراب. احنا جبنا منه عوامة، وجبنا كمان منه نضارة بحر، وجبنا منه كمان آه، ألعاب للأطفال معانا. هنا برضه اهوت في ده شكل تاني من القمصان أو الكاش مايوهات الخارجية. والمحل ده بيبيع أي كوتش أو أي جزمه جوه ب 350 جنيه. هنا بقى ده بقى بتاع الاكسسوارات، ده بتاع الحلقان والحاجات ديت الصيني، دهب الصيني، بتبدا من 15 جنيه، 20 جنيه، 25 جنيه، 30 جنيه. وكمان انا جبت منه انسيالات وخواتم وحلقان شكلها جميل جدا. هنا بقى الفرشه بتاعتنا ديت بتبيع كده فضه، وتبيع كمان الخزف اللي منقوش عليه كده جميل جدا. وهنا في محلات هنا للحلواني المشبك والهريسه والحمص، وكمان محلات فاكهه جميل جدا. وجبنا من هناك فاكهه، جبنا عنب وكمان جبنا موز. ودي المحل ده انا دخلته وجبت برضو منه شويه حاجات كده، جبت من البوكات دي واحد، وجبت كمان من الاكسسوارات والتوك اللي موجوده ديت برضو جبت منها.
البوك من ده عامل 25 جنيه. وهنا برضو في قلب المحل في برضو الساعات كده بكل اشكالها، ساعات حريمي، ساعات شبابي، ساعات بجلد جلد، وساعات كمان فضة واللي مطلية بمية الذهب. وكمان البوكات دي البوك بيبدأ من 100 جنيه وكمان لحد 300 جنيه. دي كانت الجولة بتاعتنا في شارع خالد ابن الوليد اللي في اسكندرية. طبعا مش موجود المحلات اللي وريتها لكم، بس موجود منه عشرات المحلات. اتمنى لو الفيديو عجبكم وعجبكم المنتجات اللي موجوده فيها تروحوا وتزوروه، بجد هتنبسطوا قوي من الاسعار هناك ومن المنتجات الموجوده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناه، وما تبخلوش عليا بلايك وكومنت حلو منكم كده. دمتم في رعايه الله وفضله. انا نفسي بصراحه ان افعل القناه قوي، وكمان مستنيه تشجيعكم ليا. دمتم في رعايه الله وفضله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.